عشق ممارسة لعبة الشطرنج منذ الصغر، وبدأ وهو في السادسة من العمر، وتوالت المعاناة وتوالت التحديات حتى حصل مؤخرا على المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة العالم للهواة في سلطنة عمان. مع حضراتكم ماركو فادي. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليك وكل مصر الله عليك وكل مصر الله عليك. أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، ولقاء يتجدد معكم وولاد البلد على الفضائية المصرية. ضيف اللقاء هو ثالث العالم في لعبة الشطرنج للهواة ماركو فادي. أهلا بك يا ماركو. في البداية بنقول لك ألف ألف مبروك على حصولك على المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة الدولية التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان. الله يبارك في حضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك وميرسي جدا على المقدمه الجميله دي. ماركو، ممكن نلاقي ممارسين كتير للعبة الشطرنج، هي لعبة الذكاء، لعبة التفكير، ولكن مش كتير من الممارسين اللي بيصل للحصول على بطولات. ازاي كانت بدايتك وحبك للشطرنج؟ ايه الدافع وراء شغفك بهذه اللعبة اللي انت فرغت لها حياتك واهتمامك الأكبر ليها؟ في البدايه اصلا انا من المنيا، من صعيد مصر، عروس الصعيد. عروس الصعيد. المنيا عندنا للاسف يعني اللعبه مش منتشره جدا، يعني هو دايما الاهتمامات بتبقى بالالعاب اللي هي الجماعيه زي الكوره طبعا. يعني لعبه الشطرنج لعبه مش يعني للاسف مش منتشره، وانها مفيده جدا 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 يعني على جميع المراحل، يعني الاطفال والكبار. هي لعبه مفيده، يعني بتساعد على التخطيط، بتساعد الانسان على التركيز، تقوي الذاكره، يعني لها مميزات كتير جدا. انا اول ما اتعلمت الشطرنج كان عندي 6 سنين بس. يعني هل دي سن مناسبة؟ يعني انا كنت هسألك سؤال تاني اللي هو ايه السن المناسبة كمان اللي اي حد يمارس الشطرنج؟ هو دايما بيبقى في، يعني دايما مرحلة الاطفال دي عشان الطفل احنا بنشكله على ايدينا، بان احنا بنطلعه وبنعلمه اللي احنا عايزين نعلمه له بالظبط. يعني ممكن من 4 سنين، من 5 سنين؟ يعني 4 سنين 5 سنين ممكن يكونش يعني لسه جمع شويه. يعني هو 6 سنين يعني سن مناسب. سن مناسب جدا. وحتى عاملين بطولات، يعني البطولات بتبتدي من يعني كاتيجوري تحت 8 سنين. هايل. فيعني فبدأ ماركو فادي بقى من سن 6 سنين. ابتديت في الاول يعني اتعلمت ان انا احرك القطع. بعد ما ابتديت اتعلم اتحرك القطع، يعني اللي هو قعدت كنت بلعب وكنت عندي شغف باللعبه، يعني عجباني، يعني اللي هو كنت يعني في فيل وحصان وانا اللي بتحكم وانا اللي بتحرك وبدي كش كانت يعني ممتعه بالنسبه لي وانا صغير. بلعب كده لعب عادي مثلا مع اي حد بشوفه. ما كانش فيه طبعا، ما كنتش لاقي مثلا حته العب فيها، يعني لو مكان العب فيها. هو دايما حضرتك لو تلاحظ الشطرنج دايما بيتمارس في القهاوي، يعني ده اكتر حته بيتمارس فيها الشطرنج. هي ميزه او في النوادي او في بعض النوادي. يعني مؤخرا دخلت قصه النوادي دي، بس هي يعني الاكتر ان هو بيتمارس على القهوه. الكافيهات. بس هي ميزه وعيب. انا مبسوط ان الشطرنج بيتمارس، بس المشكله ان هي بتتاخد كالعاب تسليه، هي مش لعبه تسليه. هي يعني هي عاوزه تفكير، عاوزه هدوء، بالظبط، عاوزه يعني تركيز. فجو الاماكن المفتوحه دي ممكن يشتت التفكير. بالظبط، هي رياضه ذهنيه يعني. صحيح. ما انا مش عايز اقارنها بالضمنه وبالطاوله وبالالعاب اللي هي الايه، دي العاب تسليه. الالعاب التسليه بالظبط. هي لا، هي لعبه مختلفه خالص. صحيح. عن بعد ما اتعلمت الشطرنج عن طريق الصدفه عرفت ان كان في بطوله هتتعمل في اسيوط، بطوله دوليه. انا كان عندي ساعتها 14 سنه، في فرق حضاري يعني. في فرق 8 سنين. 8 سنين دول انت بتمارس عادي، ما اشتركتش في اي مسابقات؟ ما اعرفش بس بتمارس اللعبه مع اصدقائك. بالظبط. انا زي باقي الناس، يعني اللعبه مش منتشره، فما اعرفش ان في بطولات. صحيح. سمعت عن البطوله، المهم رحت ايه، دي كانت اول بطوله ليك؟ اول بطوله ليا في حياتي.
على طول بحكيها للولاد اللي بعلمهم، في انا مدرب اصلا، فعلى طول هنجيلها بعد بحكيها شويه حكايه انك انت دلوقتي أيوة. بتدرب. بس فالمهم ابتديت رحت البطولة دي. فانا البطولة دي انا رايح يعني لعيب هاوي، يعني لسه ما اعرفش حاجة. فالمهم البطولة دي انا بلاعب فيها لعيبة دوليين وناس ليها سنين من عمرها بتلعب، يعني لعيبة دوليين وناس عندها خبرة كبيرة جدا. المهم دخلت البطولة دي بنظام 9 راوندات، كده كده هنلعب ال9 ماتشات، كسبت او خسرت هلعب ال9. بس كل ما بتكسب يبقى في نقط. الماتش بنقطة، تمام. التعادل نص نقطة، الخسارة 0. تمام. هو لعبت البطولة دي جبت 2.5 من 9. البطولة دي كانت في 2006. دي كانت أول تجربة ليك. كانت أول تجربة ليا. 2.5 من 9. 2.5 من 9 يعني اتغلبت لما إيه يعني. لا وكسبت برضه. كسبت بس يعني خسرت كتير جدا. كأول تجربة أنا بعتبرها يعني برضه مرضية إلى حد ما. يعني مش بطالة يعني كنت بلعب، يعني الناس كانت بتشوفني وأنا بلعب، يعني بتقول يعني يجي كويس. منه. يجي منه بالظبط. المهم بعديها يعني بعد البطولة دي ما خلصت سمعت ان في بطولة هتتعمل تاني، كانت هتتعمل في جامعة المنوفية. رحت المسابقة التانية دي، كانت بعدها بحوالي شهر ولا حاجة. رحت المسابقة التانية، المهم في المسابقة التانية دي جبت 4.5 من 9. ده في تقدم. في تقدم. فالمهم في حد شافني قال لي انت بتلعب في نادي ايه؟ قلت له مش بلعب في نادي. هو في نادي اصلا؟ في نادي، ما تيجي تلعب معانا في النادي. لعبت في اول نادي لعبت فيه في حياتي كان شركة سكر حونداي. هنطلع دلوقتي اعزائي المشاهدين لتقرير نسأل ولاد بلدنا الطيبين ايه اللي تعرفوا عن لعبة الشطرنج وايه اللي بيميز هذه اللعبة، وهل لو في مباراة وفيها مصري بطل مصري يعني بيلعب امام اي بطل من دولة اخرى ممكن تقعد وتشوف المباراة؟ لعبة بتخلي دماغك تعرف تفكر اكتر. لعبة مش سهلة انك تعرف تلعبها اصلا، يعني ليها طريقة معينة وليها فكرة عشان تعرف تبقى متميز فيها. انا مشدني في لعبة الشطرنج ان هي بتنمي الذكاء والذاكرة والكلام دوت، بتنشطك على طول. لعبة الشطرنج اساسا لعبة الملوك. اولا تاني هام كلها خطط وبتنمي الذاكرة وبتساعد على ان انت تعمل حركة في كل طابق غير الطابق اللعبة. يعني لعبة بتشد، بتحاول ان هي ترفع مستوى الذكاء بتاع الشخص، تحاول تنمي مهاراته. اللي بيشدني في لعبة الشطرنج ان هي على حسب استجابتي ليها، مثلا ان انا بنمي ذكائي وبقدر افكر، تديني مساحة ان انا اقدر افكر، اقدر ان انا بلعبة اقدر اكسب وبلعبة تانية اخسر نفس الجيم كله. اللي مشدني في لعبة الشطرنج ان انا بقعد افكر ازاي انا همشي الخطوة اللي قبليها والخطوة اللي هي بعد كده. دي اسس بتعلمك اسس الحرب اصلا، لعبة جميلة جدا ولعبة ملوك ولعبة اساطير كبار. اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين. بنكمل مع ماركو فادي الحاصل على المركز الثالث في بطوله العالم للهواه. برحب بيك مره تانية يا ماركو. اهلا وسهلا. بنكمل قصتك بقى زي ما قلنا وبنفكر الساده المشاهدين. اول مباراه اشتركت فيها بشكل رسمي كانت في اسيوط وخدت يعني جبت 2.5 من 9. ايوه. تاني مسابقه على طول خدنا 4.5 من 9. ايوه. اتفضل في كمل. تطور يعني. بس المهم بعد كده قلت لحضرتك انا لعبت في الدوري الممتاز ناشئ تحت 16 سنة. لعبت موسم واحد بس تحت السن، بعد كده كبرت على 16 سنة. ما عندنا ناشئين كانت لغاية 16 سنة في الوقت ده، وبعد كده بقيت انا بصنف كلاعب كبير. يعني اول ما عديت 16 سنة خلاص انا بصنف زي اللعيبة الكبار. بالظبط. فابتديت بقى من تحت السلم بقى خالص بقى. ابتديت لعبت في دوري اللي هو جيم، لعبت في مقاولين اسوان. بعد كده مش عارف طلعت في دوري ب شبان بلدية اسيوط، وبعد كده اترقيت بقى رحت شبان اسيوط. يعني قعدت اترقى كده. المهم يعني في احداث يعني ندور على الانديه اللي هي بتكون بتمارس لعبه الشطرنج ومشتركه في الدوري. بالظبط. هو لازم كمان الانديه اللي بتطلب اللعيب. صحيح. مش انا اللي بروح يعني اقدم وكده، لا هو بيلاقوا لعيب كويس فبياخدوه. شارك في المسابقه دي يا ماركو من مختلف المستويات التعليميه. ممكن اي حد مع بكالوريوس لسه طالب، يعني مش بتشترط مؤهلات معينه. ما لهاش علاقه بالدراسه. ما لهاش علاقه. تمام. ده احنا عندنا مثلا بطل مصر اللي هو رقم 1 على مصر في التصنيف
اسمه دكتور باسم امين. دكتور باسم نار على العالم، مشهور جدا زي محمد صلاح في الكوره كده. هو الاول عربي وافريقي، هو اول كل حاجه يعني. ده هو ولا محترفين؟ لا محترفين. الدكتور باسم هو دكتور اصلا، طبيب. طبيب، لكن تارك طب ومتفرغ للشطرنج. واول بطل مصر وافريقيا. بطل اول عرب وافريقيا بسم الله ما شاء الله عليه. كمل رحله كفاحك بقى. بالظبط. يعني النقطه المهمه ان انا لو حضرتك تفتكر انا كنت من المنيا، تمام؟ فانا دلوقتي مثلا بلعب ماتش في الدوري، فحضرتك بقى تخيل معايا المعاناه. انا دلوقتي مثلا عندي ماتش في اسكندريه، فطبعا الانديه اللي انا كنت بلعب فيها امكانياتها يعني قليلة. الامكانيات بتاعتها فبتسافر على حسابك. كنت بسافر بقى، لا يعني كنت بسافر يعني مثلا اطلع من المنيا مثلا قبل الماتش بيوم، اروح اسكندريه، اروح على الماتش بالظبط. الماتش يبقى ميعاده الساعه 3، العب الماتش مثلا بيقعد 4 ساعات او 5 ساعات، اخلص الماتش ارجع. يعني اللي هو انا باخد 3 ايام في صحيح يعني عشان تلعب ماتش. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان خساره ماتش واحد كفيله ان هي تضعف عزيمه اي حد يخليه يبطل شطرنج. صحيح. يعني هي خساره ماتش واحد ابقى لفيت مصر كلها. يعني انا عندي ماتش في بورسعيد بروح، عندي ماتش في اسكندريه بروح، ماتش في اسوان بروح، ماتش في طب رغم المعاناه والتعب دي، لكن كان عندك اصرار، يعني كان في دافع لحب اللعبه دي، كان في تحدي. انا دايما كنت شايف نفسي في مكان اعلى. طب ايه المباراه او ايه البطوله يا ماركو اللي بدات الناس تقول لا ده احنا امام مشروع بطل مصري، وانت بدات تحس لا ده انا ممكن انافس على مراكز متقدمه؟ هو بعد يعني من 2006 لغايه 2010 دي يعني الحقبه الزمنيه اللي انا اتمرمطت فيها حرفيا. يعني انا تعبت جدا في الوقت ده، اللي هو الوقت اللي انا كنت بسافر وبخسر يعني لقطات المعاناه. بعد 2011 بقى بدات 2010 2010 دي كان في ما في طلعت خير بقى. يعني اللي هو ايه، كان في بطوله اسمها بطوله الاساتذه معموله هنا في القاهره في مكان اسمه ساقية الصاوي. تمام. بطوله اساتذه دي يعني معروفه طبعا فيها انشطه ثقافيه بتمارس. ايوه ويعني كان صرح كبير. يعني كان بطوله مثلا فيها 500 600 واحد. 2010 الكلام ده من زمن يعني. خدت فيها مركز؟ انا دخلت البطوله دي وانا احكي لحضرتك تفاصيل البطوله دي. البطوله دي كانت 11 راوند، تمام؟ فالمهم برضو نفس القصه بالنظام اسمه نظام السويسري، اللي هو طول ما انت بتكسب يعني طول انت كده تلعب ال 11 راوند وهيجمعوا نقط في الاخر. المكسب برضو بنقطه والخساره بنص نقطه. فالمهم اول ماتش كسبته، التعادل بنص نقطه بالظبط، والخساره بلا نقاط. بالظبط. اول ماتش كسبته. تاني ماتش كنت بلعب لعيب قوي جدا، خسرت منه. تالت ماتش كنت بلعب ماتش كده مع لعيب انريتد ما عندوش تصنيف، خسرت منه. فبقيت معايا 1 من 3 والناس معاها 3 من 3، وطبعا في اساتذه دوليين وانا لسه ما حدش، انا لسه ما جيتش يعني اوعى تفاجئني وتقول لي انك كسبت الماتشات كلها اللي بعد كده. هو باقي 8. انا مش متوقع كده. ده حقيقي. هو باقي 8 ماتشات. كل لما بتكسب واحد دايما بيقع حظك مع واحد. يعني هو في حاجه اسمها جدول تقابلات كده بتوقع الناس. يعني ده معاه نقطه يلعب اللي معاه نقطه، ده معاه 2 يلعب اللي معاه 2. فكل ما بتكسب ماتش بتروح لواحد اقوى. فانا كسبت الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه، وانا عمال بقى ايه يعني في اسماء كده مشاهير في الشطرنج اللي هتلاعب فلان الفلاني. طب ده هيتعمل معايا ايه ده؟ يعني في الاخر جبت كام من 11؟ جبت 9 من 11؟ جبت 9 من 11. قعدت كسبت كل الماتشات اللي بعديها وكسبت البطوله. كسبت البطوله في الوقت اللي هو يعني اللي هو مره واحده كده اللي هو دي كانت اول بطوله ليك يا ماركو؟ لا اول بطوله اكسبها. اول بطوله تكسبها قصدي اول بطوله 2010. في 2010 دي كانت الانطلاقه بقى الحقيقيه بقى. بالظبط. لسه برضو هنكمل مشوار حياتك مع لعبه الشطرنج يا ماركو، ولكن هنطلع دلوقتي اعزائي المشاهدين نشوف بعض الفعاليات اللي اشترك فيها ضيفنا ماركو فادي، وفاز فيها في بطولات كتيره ورفع اسم مصر فيها، ويمكن كان اخرها بطولة العالم للهواة اللي خد فيها المركز الثالث.
اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين مع لعبه الشطرنج، لعبه التركيز والذكاء، وماركو فادي. بكمل معاك تاني يا ماركو. بعد 2010 واول بطوله تحصل عليها بقى انطلقت بقى في عالم البطولات. بالظبط، هو الطريق رسم نفسه خلاص بقى، يعني اللي هو ايه اهم البطولات بعد كده اللي فزت بيها؟ كسبت يعني مع الانديه بتاعتي. انا لعبت في انديه اقوى طبعا، يعني لعبت في احسن انديه في مصر. ابتديت يعني كسبنا الدوري كذا مره وكاس مصر، وكسبنا افريقيا للانديه، وكسبت بطوله آل خياري اللي هي اتعملت في مطروح، مركز اول برضو. وكسبت التاني على الجامعات العربيه. وكسبت بطولة إبداع اللي اتعملت. حضرتك تسمع عن مهرجان إبداع اللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة. واتكرمت من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. هايل. إحساسك بقى وأنت بتفوز بالمركز الثالث في بطولة عالم للهواة، عقبال المحترفين، بس احنا بنتكلم دلوقتي للهواة. إحساسك كان إيه؟ أنا اشتغلت كتير جدا جدا للبطولة دي، يعني أنا فعلا يعني قعدت فعلا شهرين. الشهرين دولت انا كنت قافل على نفسي، ما بنزلش من البيت وقعدت تذاكر. كنت قاعد بذاكر في كلمة اليوم. مذاكرة اتكررت كتير. اظن للسادة المشاهدين يعني ايه قاعد تذاكر؟ يعني احنا عارفين كلمة المذاكرة مرتبطة بالدراسة العلمية في الجامعة، في الدراسات العليا، لكن في الشطرنج يعني اشرح لنا لبعض الغير متخصصين يعني ايه بتذاكر. بص حضرتك، هو يعني جيم الشطرنج بيتقسم ل3 مراحل: الاوبننج والميدل جيم والاند جيم اللي هو نهاية الدور. تمام. المهم ال3 مراحل دول كل مرحله فيهم، يعني الاوبننج ده لازم يبقى فيه دراسه، يعني بيبقى فيه كتب متخصصه للافتتاحيات معينه. لازم دي اي واحد يبقى متخصص في الحاجات اللي هو بيلعبها يقعد يشوف المراجع والتاريخ اللي اتلعب فيه الحاجات دي. موضوع كبير يعني، دراسه مش مجرد كده لعبه لا وخلاص. هو يعني دراسه زائد. وكل يعني لاعب بيكون ليه اسلوب يا ماركو، يعني في لاعب يتميز بالهجوم، يقول لك ده اسلوبه هجومي. ايوه في واحد تاني بيبقى دفاع لغايه ما يلاقي ثغره ويهجم. ده هي اساسا حرب، يعني هي حرب استراتيجيه بتدور في 64 مربع. فهي الحرب اللي بتدور دي، فكل واحد ليه ستايل. واحد مثلا عايز يدافع لغايه لما يتمكن ويهاجم هو. واحد مثلا عايز مثلا يكسب ماتيريال صغيره، مثلا يكسب بيضه او عسكري بس ويكسب بيه الدور. واحد تاني عايز يهجم بقى ويدي كش مات بقى ويضحي ويعني ايه ويعبر عنها وبيعكس شخصيه البني ادم وهو بيلعب. يعني انا مثلا لو حريص هخلي بالي من القطعه بتاعتي. لو انا مثلا متهور هقعد بقى اهجم بقى. يعني شخصيه البني ادم العاديه اللي بيتسم بيها، او السمات الشخصيه للانسان بتظهر في لعبه الشطرنج. بتظهر واحيانا كتير بتحسن سلوك الفرد من خلال الشطرنج. يعني لو التزمت في الشطرنج التزم في الحياه. لو يعني هو دايما بتبقى باينه في الاولاد. لو انا مثلا نظمت وقتي في الشطرنج انظم وقتي في الحياه، بتفيد جدا جدا كمان الاطفال. يعني كل اطول دور شطرنج لعبته ايه يا ماركو، او كان مدته قد ايه وفي انهي بطوله لو تفتكر؟ ادي كان في بطوله ساقية الصاوي دي. قعدت فيه مثلا حوالي بتاع 5 ساعات ونص. 5 ساعات ونص. 5 ساعات ونص. مجهود اصعب. مجهود اصعب من ماتش ملاكمه، يعني لو بتضرب اسهل. لا مجهود متعب يعني. طب لو قلت لك اطول ماتش من خلال طبعا متابعتك بقى للبطولات العالميه، اطول ماتش اتلعب لغايه دلوقتي في تاريخ الشطرنج؟ ده كان في بطولة العالم المحترفين. ده كان كارلس، واحد يعني كان واحد نرويجي. هو بطل العالم دلوقتي اسمه كارلس الماجنس. ده بطل العالم المحترفين. ده نرويجي. ده نرويجي. كان بيلاعب واحد روسي. انا فاكر. وهو كسبه الدور ده. يعني اللي انا فاكره قعد حوالي 9 ساعات. 9 ساعات. 9 ساعات. ده يعني كانت معاناة. يعني انا مش متذكر بالظبط، بس هو كان في الرينج ده تقريبا يعني. بس بيبقى في بريك؟ لا مفيش بريك. بس انا دلوقتي احنا بنلعب بنظام ان انا بحرك النقله وادوس على الساعه والوقت يعد على اللي قصادي. تمام. فاول ما الوقت يعد على اللي قصاده هو ممكن يبتدي يتحرك. يعني ممكن يقوم يفك رجليه يشرب حاجه. يعني تمام. ممكن ان هو يتحرك. يعني مش طالما الوقت شغال على الخصم انت حر ان انت تتحرك. طب قول لي يا ماركو، دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثه والتقدم العلمي الكبير بنشوف الشطرنج بتلعب عبر الانترنت. يعني انت شايف الموضوع ده ازاي؟ هو يعني دلوقتي بقيت اسهل بكتير ان انت تلعب اللعب الاونلاين دوت. عشان يعني انا دلوقتي مش دايما هلاقي واحد عايز يلعب شطرنج معايا. يعني طب اللعب الاونلاين برضو في ذكاء وفي تركيز زي ما بتكون بتلعب واحد. بالظبط. بدل ما بلعب على البورد بيبقى 3 دي بس. يعني ده كل الفرق. بس بتلعب جنسيات مختلفه بقى، بتلعب ناس من جميع انحاء العالم يعني.
دي يعني لقطه برضو بتديك فرصه ان انت تحتك طب بخبرات هل البطولات مختلفة. الدوليه ممكن حد من دوله يلعب حد من دوله تاني عن طريق الانترنت، يعني عن طريق ممكن، بس يعني اغلب الاحداث الرسميه يعني الايفنتات الكبيره لازم يكون وجها لوجه؟ بيكون وجها لوجه. تمام. بس في حد في اسرتك بيلعب شطرنج غيرك؟ بابا طبعا اللي علمني. والدك يعني يعني الموضوع كده مش باي لك. لا يعني هنا الاسره برضو لها دور. طبعا الاسره لها دور كبير. بابا، اخويا الكبير، انا عندي اخويا الكبير بيتر فادي، ده حكم اساسا دولي ومنظم دولي في الشطرنج. تمام. عيله كلها شطرنج، كلها بتحب التركيز. ايوه. لسه مكملين معاك يا ماركو. هنطلع دلوقتي اعزائي المشاهدين نسال ولاد بلدنا الطيبين من خلال هذا التقرير، ايه رايكم لو يعني لعبه الشطرنج يعني اتقررت كماده في حصص النشاط في المدارس؟ هل انتم مع هذا الراي لتنميه الذكاء والتركيز ولا ايه؟ نشوف رايكم ونرجع لماركو تاني. هيبقى شيء جميل يعني ينمي ذكاء الطالب. هي لعبة الشطرنج لعبة مميزة جدا وجميلة وبتساعد برضه على تنمية الذكاء، وجميل جدا ان هي اصلا تكون موجودة في المدارس ان الاطفال تقدر تلعبها تنمي ذكائهم. والله انا شايف رأيي في لعبة الشطرنج ان هي هتنمي ذكاء الطفل شوية، وكمان في حاجات كتير قوي نقدر نضيفها مع الشطرنج، بس هي لعبة على قد ما فيها جهد فيها تشغيل دماغ اكتر. الشطرنج دي برضو لعبة حلوة هتنمي ذكاء الطالب وهتنمي ذاكرته وهتنمي ازاي يعرف يفكر. ممكن لو عايز يلعب لعبة مثلا من العسكري او من الوزير او من اي حاجة يعرف يحسبها. يا ريت طبعا، لان هي فعلا بتدي الحيوية للطفل وبتديله بس حتة الذكاء والتفكير. هتخلي الاطفال التنبيه بتاعهم وذكائهم يزيد شوية اكتر كتير يعني. هي لعبة بتعتمد على الذكاء فهتخلي الطالب يبقى ذكي شوية. اهلا بحضراتكم مره تانية والجزء الاخير من ولاد البلد مع ماركو فادي الحاصل على المركز الثالث في بطوله العالم للهواه في الشطرنج. ماركو، البطوله دي هي اكبر بطوله يعني فزت بيها. الحمد لله. يعني كواليسها ايه؟ هي كل الاعداد، يعني اهم حاجه كان الاعداد، فتره الاعداد للبطوله. ما بقول لحضرتك انا فعلا قعدت شهرين في البيت، كنت بذاكر من 11 ل 15 ساعه في اليوم. المذاكره اللي هي مذاكره 15 ساعه كتب، وطبعا وفي حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي اللي هو الانجن بتاع الكمبيوتر برضو ده طور اللعبه جامد. كان لازم برضو ان الواحد يعني عشان يعني يشارك في حدث كبير زي لازم طبعا الواحد بيطور نفسه باقصى امكانيه ممكن تكون موجوده يعني. طب ماركو، يعني قبل ما نكمل ونستفيد في النقطه دي، انا برضو يهمني ان اخد رايك في السؤال اللي سالناه للمشاهدين يعني المواطنين بره. انت ايه رايك فعلا لو اتقررت لعبه الشطرنج في المدارس ولو في حصص الانشطه؟ انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا اساسا ده يعني انا اكتر حاجه هتنشر لعبه الشطرنج ان احنا ندخل الشطرنج في المدارس. في بلاد بره يعني في الدول اللي احنا على طول بنحاول ان احنا ننافسها دي، هم عاملين اساسا اوريدي كده. الفكره اللي احنا يا دوبك بنقترحها الناس اساسا اوريدي مطبقه نفس الفكره. وهو فاهمين الشطرنج ممكن يعمل ايه لولادنا. يعني ممكن يعني الولد اللي متعلم شطرنج بيفرق كتير عن الولد اللي مش متعلم شطرنج. ده بيعرفوا الشخصيه، بيعرفوا ازاي يخطط، بيعرفوا ازاي يفكر. يعني دلوقتي مثلا انا ببعد ابني على الاندرويد دي كفايه. ان انا مثلا خلاص بعود ابني ان هو على طول بيفكر، على طول ان هو ده بيخلي تفكيره منطقي ويقدر ياخد قرارات صحيحه. بالظبط، بيهذب في حياته. جدا جدا. يعني كل هو الشطرنج ماشي مع الحياه بالظبط. تمام. يعني اي واحد بيعرف يخطط هيعرف ان هو يمسك منصب، هيعرف ان هو يبقى قائد. ما انت قائد دلوقتي، يعني الشطرنج دي بتخليك قائد. انت كانك زي ما انت قلت من شويه كانك في معركه استراتيجيه بالظبط. يعني افوز او افوز لازم أفوز. يعني فيها اصرار. وتخلي بالك من الاحتمالات، ما هو الشطرنج بيتكلم عن الاحتمالات. صحيح. انا دلوقتي لو قعدت ان انا اوجه كل يعني الاحداث اللي بتحصل في حياتي واحسب الاحتمالات وافترض الاحتمال اللي هيمشي لمصلحتي وامشي وراه،
ما هو ده تخطيط برضه صحيح. جميل جدا. صحيح. طيب قبل ما اسالك على مين مثلك الاعلى في لعبه الشطرنج، في حاجه عاوز تحكيها لي من كواليس البطوله الاخيره؟ بعد ما كسبت خلاص وعرفت ان انا خدت البرونزيه، مش مستوعب، ابتدت بقى التليفونات بقى، الناس بتبارك بقى والناس بتهني وبتاع، ابتديت بقى استوعب ان لا ده في موضوع انت كبير. ماتش واحد اللي حصل. فرق بينك وبين المركز الاول. ماتش واحد. الاول جاب 8 انا جبت 7. انا جبت هو ماتش 7. ماتش اللي فرق. ماتش واحد فرق يعني البطوله. ان شاء الله السنه الجايه اكسبها باذن الله. احساسك طبعا بتكون فخور وانت بتمثل مصر. رايح بتمثل مصر طبعا. بالظبط. انت كنت المصري الوحيد في البطوله دي؟ المصري وكان في عرب وكان في افارقه لا كان مصريين. جنسيات. لا مفيش مصريين. كان في جنسيات، يعني كان في 64 دوله موجوده. 64 دولة. 64 دولة موجودة. اللي فاز بالمركز الأول أنت قلت لي من كازاخستان. من كازاخستان. الثاني الهند، الثالث مصر. الثالث إن شاء الله البطولة الجاية الأول يكون مصري. إن شاء الله بإذن الله. أنا تصمم كده وتذاكر كويس وتفوز بالبطولة إن شاء الله. إن شاء الله. مثلك الأعلى في اللعبة دي؟ اللاعب الأمريكي اسمه بوبي فيشر. بوبي فيشر ده أسطورة، يعني أنا معجب جدا بالقصة بتاعته. هو حتى عامل فيلم اسمه بون ساكريفايز. هو بالفيلم اساسا مش بيتكلم غير عن بوبي فيشر ده. ايه اللي بيميز بوبي فيشر عشان كده انت اتخذته مثل اعلى؟ اقول لحضرتك، كان زمان الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا، دول كانوا هم المحتكرين، يعني كل ابطال العالم من روسيا. صحيح. تمام. بوبي فيشر ده طلع كسب كل الجراند ماستر الروسي، يعني هو اساسا كرس حياته ان هو يكسبهم. بس طلع كسب كل الجراند، يعني هو طفل كده يعني بامكانيات كانت يعني على قد طلع خد بطولة العالم وكسب كل الجراند ماستر الروسي. فطبعا ده يعني ده غير ان هو فنيا يعني بيتماشى مع اسلوب الفن ان هو هجومي جامد يعني. ماركو انت دلوقتي كمان بالاضافه انك بتمارس لعبه الشطرنج انت مدرب كمان. مدرب في احد النوادي. ايوه. لو قلنا بتهدي نجاحك في الشطرنج لمين؟ تهدي لمين؟ لعيلتي طبعا. يعني انا عندي والدتي الله يرحمها هي اكتر حد كان بيدعمني، واخويا الكبير وبابا طبعا، يعني الفضل كله ليهم طبعا. بالتوفيق دايما، وانا سعيد بلقائك يا ماركو. ان شاء الله نلتقي بيك بعد فتره مش طويله، تكون فتره قصيره كده وتكون محقق المركز الاول ومتفوق فيه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا يا فندم. اعزائي المشاهدين، الى لقاء جديد وابن من ابناء بلدنا الطيبين، لكم ارق التحيات واطيب الامنيات.